صديقي الصدوق، عامل ايه يا صديقي؟ ازيك وازاي عيالك؟ هيا بينا نبدأ الفيلم ام سنرغي كتير. الفيلم ده بيحكي قصة حقيقية يا صديقي في سان فرانسيسكو سنة 1981. بيبدأ الفيلم بواحد اسمه كريس وهو مش راح يوصل ابنه للحضانة، وبيقول له خليك كويس هنا تمام. بيقول له ماشي، وبيقول لبابا هنروح المنتزه النهارده، فبيقول له النهارده هكون مشغول شوية فمش عارف، وبيسيبه وبيخرج. بيقول لعامل النظافة نضفوا الكلام ده، وبيكون العيال اللي في الحضانة كاتبين كلام قلة أدب يا صديقي. وبيحكي كريس انه قابل باباه لأول مرة لما كان عمره 28 سنة، ووعد اطفاله بعدها انهم يعرفوا مين ابوهم وكده. بعد كده بيقعد كريس ومعاه الجهاز ده، وبيجي واحد تعبان شويه بيقول له وات از ذس، ده آلة زمن صح؟ وبيركب معاه الاتوبيس وبيقول يا جماعه الراجل ده معاه آلة زمن، والناس كلها بتبص عليه وما بيتعبروش. وبعد كده بيقول كريس ان ده جهاز بيقيس كثافه العظام، وبيبيعه علشان يسترزق منه، وبيروح علشان يبيعه محدش بيرضى ياخده منه. بعد كده بيروح لمراته ليندا، وبيتضح انها بتفضل شغاله طول اليوم يا صديقي. وبيروح يزود البله طين، وبيقول لها مش هعرف اجيب كريستوفر النهارده من الحضانه. بتقول له يعني هجيبه واحميه واكله وانيمه واجي هنا تاني الساعة 7 الصبح، واحنا لازم ندفع الضرايب اللي علينا انت فاهم؟ وبتسيبه وبتمشي. وبعد كده بيروح كريس علشان يبيع الجهاز لدكتور فوزي، وبيقول له شكرا مش عاوزين. وبيخرج من عنده بيلاقي عربيته اتسحبت علشان تراكم الضرايب اللي عليه. بعد كده بيروحوا، ومراته بتقول له انت دفعت الضرايب؟ بيقول لها هطلب تمديد مهلة تاني حتى لو في زيادات، هعمل ايه يعني؟ بعد كده بينزل كريس من البيت وبيشوف العربية اللي نفسه يشتريها، وبيسأل صاحبها بيقول له انت شغال ايه وبتعمله ازاي؟ فبيقول له انا تاجر اسهم. فكريس بيقول له انت كنت بتدرس في الجامعة؟ فبيقول له الموضوع ملوش علاقة بالتدريس زي حمو بيكا وحسن شاكوش. وبيقول له لازم تكون بتتعامل كويس مع الناس والارقام. وبيفضل واقف بيقول انا ليه مش زي الناس دول. وبيروح يقول لمراته انا هقدم على وظيفه وهشتغل كتاجر اسهم. فبتتريق وبتقول له يعني مش رائد فضاء؟ فبيسيبها وبينزل الشارع، وبيقول للمتسوله انا هسيب الجهاز ده عندك لغايه ما ارجع 5 دقايق بس، عندي مقابله وهاجي اخده تاني. وده بيكون الجزء الغبي من حياته يا صديقي. وهو بيكون في مقابله الوظيفه بيشوف المتسوله خدت الجهاز وبتجري بيه، فبينزل من المقابله وبياخدها جري وراها، فبتركب المترو مش بيلحقها. وفي المقابله بيعملوا تدريب لمده 6 شهور، بيقبلوا 20 شخص بس للتدريب، وفي الاخر بيختاروا شخص واحد بس يشتغل معاهم. بعد كده بيجي المذيع ده في التلفزيون، وبيكون معاه مكعب الالغاز، وقتها بيكون عامل ضجه كبيره قوي في امريكا. واسرع واحد حله بيكون بروفيسور رياضيات، وحله في نص ساعه بس. بعد كده بينزل كريس مع ابنه بيوديه الحضانه، وبيعرف منه ان الميسي بيتفرجوا على التلفزيون كتير. فبيروح لها بيقول لها انت بتفرجوهم على التلفزيون ليه؟ ما هو ممكن يسمعوا في البيت، انت هتخلينا اخرجه من هنا؟ بتقول له يا عم تلهي مش لما تدفع اللي عليك الاول، وبتقفل الباب في وشه. بعد كده بيروح كريس لمستر تويسل وبيعرفه بنفسه، وبيقول له جاي لك بنفسي اديك طلبي وعايزك تشرح لي اللي ناقص فيه. فبيكون مستعجل وبيقول له هكلمك بعدين لو هنعوزك. بعد كده بينزل وبيشوف المتسوله والراجل التعبان في دماغه وهم معاهم الجهاز بتاعه، فبياخدها جري وراهم، وبيفضل يجري بين العربيات، وبيركب وراهم الباص وبياخده منهم. بعد كده بيقعد مع ابنه بيقول له احنا مش اتفقنا؟ بيقول له على ايه؟ بيقول له انك هترجع من غير الجهاز، يعني هتبيعه ازاي بقى رجعت باتنين؟ بعد كده بيخرج تاني يوم وبيشوف المستر تويسل في طريقه، فبيكون مستعجل كعادته، بيقول لكريس انا رايح نورلي فالي. فكريس بيقول له انا رايح هناك برضه استنى خدني معاك. وبيقعد يحكي له ان من صغره هو شغال وكان بيعمل عمليات طبيه بعد ما بيخرج من مكتبه، فبيلاقيه ما بيردش عليه ومركز على مكعب الالغاز اللي معاه. فكريس بيقول له هات احله، بيقول له مش هتقدر ولا اي حد هيقدر. بيقول له لا انا متاكد انها احله، وبياخدها منه وبيعرفه هتتحل ازاي. وبيحله فعلا قدامه، وبيكون مستغرب جدا يا صديقي ومذهول من اللي كريس عامله هو والسواق. فبينزل هو وبيسيب كريس مع السواق، وكريس بيهرب من التاكسي وبينسى الجهاز، فبيجيبه ويقول له معلش مش هقدر ادفع، وبيسيبه وبيجري. وبينزل المترو والسواق بينزل وراه، وبيكمل هروب لغايه ما بيركب المترو والجهاز ما بيدخلش معاه، والمتسول واقف بيشوفه تاني. فبيتاخر وبيكلم ليندا مراته، فبتقول له انها ما عرفتش تروح الشغل بسببه، وانها هتاخد ابنهم وهتمشي. فبيقفل المكالمه وبيجري زي المجنون على البيت، وبيروح مش بيلاقيهم، وبيكون البيت فاضي. وفجاه التليفون بيرن عليه، بيكون تويسل مدير التوظيف، بيقول له يجي الانترفيو بتاع التدريب في الشركه، وبيدي له رقم السكرتيره علشان يعرف التفاصيل. فكريس بيحفظ الارقام في دماغه علشان ما كانش معاه ورقه وقلم ساعتها، ونزل جري يسجلها في المحل تحت. بعدها كريس بيروح ياخد ابنه من الحضانه، وبيقابل ليندا مراته هناك، فبيقول لها انا هاخد الواد وهيعيش معايا ومش هتاخديه بعيد عني. وبيفضلوا يرضحوا لبعض في الشارع شويه يا صديقي. وبياخد كريس ابنه وبيروح البيت، وبيكون ابنه لسه ماسك المعلقه وبياكل. صاحب البيت جاي عايز يخرجهم منه علشان ما دفعوش الايجار من شهرين، وبيقول لكريس انه اتفق مع العمال يجي يدهنوا البيت. فكريس بيعرض عليه انه يدهن هو البيت ويسيبه قاعد هو شويه. قال له معاك اسبوع وهتدهن البيت كمان. يا دوب كريس لسه بادئ يدهن، فجاه هوب بيلاقي الحكومه جايه له، فراح القسم ودفع المخالفات اللي عليه بشيك، بس كان لازم يتم التاكيد على الشيك ده تاني يوم الصبح، ومش هيعرف يخرج من القسم قبل التاكيد. فبيكلم ليندا وقعد يقول لها خلي بالك من كريستوفر وهتم الحضانه علشان هو قاعد في الحبس لبكره. بعد كده بيجي تاني يوم وبيخرج من الحبس قبل الانترفيو بربع ساعه، وبتكون هدومه ملونه من الدهان ومنظره كان وحش زي المتسولين. وبيخرج بره القسم وبيفتح سبرنت من القسم للشركه يا صديقي، والناس كلها كانت بتبص له بقرف. بيروح يقعد مع
اداره الشركه وبيقنعهم وبيساندوا في كده تويسل، وبيقول لهم الحقيقه وانه كان بيدهن البيت وفجاه الشرطه خبطت عليه وما لحقش يغير هدومه، فبيدوا له فرصه وبيكتشف ان التدريب بيكون من غير مرتب، فبيفكر انه يبعد عن الموضوع ده، فتويسل بيقول له انا مراهن عليك يا كريس وبيقنعه انه يكمل. تخيل كده وضع كريس، التدريب ده بيكون 20 شخص بيشتغل منهم واحد بس في الاخر، و19 الباقيين بيبدا الست شهور من الاول بس في مكان تاني، يعني مش هياخد فلوس ولا هيضمن وظيفه، ولازم في خلال الست شهور دول علشان يقدر يعيش يبيع الاجهزه اللي معاه. فالموضوع بيتعقد اكتر، خصوصا لما ليندا هتروح نيويورك علشان جالها شغل هناك، وكريس في نفس الوقت عاوز ابنه يفضل معاه، بس هيبيع الاجهزه ولا هيتدرب في الشركه ولا هيخلي باله من ابنه؟ فالموضوع بيكون فعلا صعب. بعدها كريس بيسيب البيت وبيروح فندق علشان مش معاه فلوس الايجار، فبيقرر انه يخرج مع ابنه وبيلعبوا كره سله، وبعدها بيروح يبيعوا الجهاز. ابن كريس بيساله احنا في فندق ليه؟ على فكره صديقي نسيت اقول لك ان ده ابن ويل سميث بجد اللي هو كريس. فالمهم بيقول له علشان لقيت شغل احسن. وهم ماشيين ابنه بيقول له نكته عباره عن ان واحد كان بيغرق فعدى عليه مركب، قالوا له نساعدك، قال لهم لا ربنا هينقذني. بعد شويه عدى مركب تاني قالوا له نساعدك، ما هم اغبياء برضه يا صديق، ده بيغرق هو تايه. فالمهم قال لهم برضه لا ربنا هينقذني، لحد ما غرق وراح الجنه. فبيقول له ربنا ليه ما انقذتنيش من الغرق؟ فقال له يا غبي ما انا بعت لك مركبين. بعدها كريس بيكون باع اول جهاز وبيبدا تدريب في الشركه، وبدا يفهم الشغل، وبيتوزع عليهم كتاب علشان يعرفوا ازاي يستدرجوا العملاء. بعدها بياخدوا 10 دقايق راحه، فبينزل كريس جري ياكل اي حاجه، وبيبص يلاقي الجهاز بتاعه اللي وقع منه في المترو مع الراجل المجنون ده. فبيحاول كريس يجري وراه ولكن بتخبطه عربيه وجزمته بتضيع منه، والراجل المجنون بيكون اختفى بالجهاز، وبيرجع الشركه برجل ورجل، والطريقه طبعا اشتغلت. في الشغل كريس كان بيعمل اللي زمايله بيعملوه في 9 ساعات، كان هو بينجزه في 6 ساعات بس، علشان يقدر انه يهتم بابنه ويبيع الاجهزه في نفس الوقت. والمصيبه ان مدير المكتب كان بيعامل كريس على انه خدامه، لو عايز ياكل او يشرب كان بينادى على كريس. وفي مره كريس قدر يوصل لمقابله مع راجل مهم، لكن مدير المكتب طلب منه انه يغير مكان عربيته، وبكده ضيع المقابله على كريس، لا وكمان دفع مخالفه على عربيه المدير. بعدها كريس حاول انه يخطط علشان يقابل رجل الاعمال ده تاني، فراح له بيته تاني يوم واعتذر له انه ما عرفش يحضر الميعاد، وبيحاول ياخد منه ميعاد تاني، لكن الراجل ما بيكونش فاضي ورايح يتفرج على ماتش كوره. فكريس بيكذب عليه وبيقول له انه هيتفرج على الماتش هو كمان، وبيروح معاه الملعب بعربيته. كريس بيبدا يكلم الراجل عن موضوع الشغل وان الشركه بتاعتهم هتدير فلوسه كويس، لكن الراجل بيستبعد الموضوع ده وبيقول له صعب ان اتعامل مع شركتكم. بعد كده الدنيا بدات تضحك شويه لكريس، وباع كل الاجهزه اللي معاه وبقى معاه فلوس تكفيه يعيش، لكن الحكومه كعادتها لها راي تاني، فبتتحفظ على كل فلوسه في حسابه البنكي وبتسيب له بس 20 دولار، لا كتر خيرها والله، علشان ما دفعش الضرايب اللي عليه. بس النصيحه مني ليك يا صديقي، مهما يكون معاك مبلغ سواء قليل او كتير اوعى تحطه في بنك، افضل حل انك تستثمره بنفسك. ليه؟ لان البنك ممكن يفلس او حد يحجز عليك فيه. تمام، انا بوعيك اهو، ادعي لي بقى. المهم كريس بترجع حياته تتعقد تاني، وصاحب الفندق كل شويه بيطلب منه فلوس، وكريس بيفضل ياجل زي كل مره، وبيوصل بكريس الحل انه بيتخانق مع واحد صاحبه علشان 14 دولار بس. الوضع بقى كارثي، وهو مهدد انه يترمي في الشارع في اي وقت هو وابنه. وفجاه وهو في الحديقه مع ابنه بيشوف الراجل المجنون ده ومعاه الجهاز اللي مفكره آلة زمن، واقصى احلامه انه يرجع للستينات علشان يسمع مغني مشهور. لا ده مش مجنون بس، ده مجنون وتافه كمان. بعدها بياخد كريس الجهاز من الراجل ده وبينضفه وبيحاول يبيعه، ولكن وهو عند الدكتور الجهاز ما بيشتغلش، فبيرجع بيه تاني يحاول يعرف العيب في ايه. فبيرجع كريس وابن الفندق بيلاقي الراجل رمى حاجتهم بره وغير القفل بتاع الباب كمان. ابن كريس بيكون منهار ومش مصدق انه هينام في الشارع، لكنه بيهدى في الاخر، وما بيكونش قدام كريس غير انه يروح لواحد صاحبه ولكن ما بيردش عليه. فبيروح المترو بينام هو وابنه في الحمام وقفلوا الباب عليهم، وكل كومه ان حد يجي عايز يستخدم الحمام كوم تاني يا صديق. وكل ما حد يخبط على الباب علشان يدخل كريس كان بيحط ايده على ودان ابنه علشان ما يسمعش. احساس بذل واهانه وكسر خاطر يهد جبل والله. وكريس دموعه ما كانتش بتقف طول الليله دي. وكريس تاني يوم بعد ما بيخلص شغل بيروح يشوف مكان يناموا فيه، لكنه بيترفض لانه مكان للستات والاطفال بس، وهو مستحيل يسيب ابنه لوحده. وبيروح مكان تاني وبيحصل خناقه بينه وبين واحد طلع قدامه في الصف، بس في النهايه بيقدر يدخل هو وابنه الملجأ ده، وهم في الاوضه النور بيقطع عليهم، ده فقره حظ اسود كمان. وبعدها بيهزر مع ابنه شويه علشان نفسيته ما تزعلش من اللي بيحصل لهم ده، وبعدها بيسيبه ينام. بعدها بيطلع كريس بره في النور وبيحاول يشوف ايه مشكله الجهاز ده ويشوف العيب اللي فيه ويحاول يصلحه علشان يتباع، لانه هيفرق معاه قوي لو عرف يصلحه. فكريس بيحاول يصلح الجهاز تحت نور اللمبه، وهوب اللمبه بتتحرق تقريبا، يلا يعني هي جت عليها. تاني يوم كريس بيذاكر كتاب في ضوء الشمس علشان مفيش نور. كريس كان بيخلص شغله وبيضغط نفسه بشكل رهيب جدا، وكان بيحاول يرجع قبل الساعه 5 علشان يلحق اوضه في الملجأ اللي كان فيه، وكمان بيشيل كل حاجه وهو رايح علشان مفيش مكان يسيب حاجته فيه. وهو وابنه كانت حياتهم صعبه قوي الايام دي، وخلاص وقت الاختبار في الشركه جه اخيرا، وكريس بيخلص الامتحان بسرعه وفي وقت قليل كمان، وبيسلم ورقته للمراقب. وهو راكب الاسانسير زميله بيكلمه عن الامتحان، فكريس بيقول له ان السؤال المقالي كان صعب شويه، وزميله ما بيكونش عارف ان في سؤال مقالي اصلا في ظهر الورقه، زيه زي اي طالب مصري عنده جينات الواد ده، فبيجري يرجع للامتحان تاني. بعدها كريس بينزل يشوف المدير وبيقول له هات 4 دولار
$5 علشان نسيت المحفظه في المكتب فوق. كريس بيقول له هطلع اجيبها لك، لكنه بيكون مستعجل وكريس بيديله $5. وتقريبا كده ده اختبار من المدير لكريس. بعدها كريس بيروح الملجأ والاوض كلها بتتملي في اليوم ده، وكريس وابنه مالهمش مكان، فبياخد ابنه وبيروح مطعم ياكل، فبيشوف العيله دي قاعده مع بعض وبيضحكوا، فبيفتكر امه. كريس كان لازم يجيب فلوس علشان يقدر يصلح الجهاز بتاعه ويبيعه، فكان الحل بالنسبه له انه يبيع كيس دم من عنده وبيبيعه ب$20. واشترى لمبه. تاني يوم في الملجأ ابنه بيقول له هو انا السبب في رحيل امي؟ كريس بيقول له ما تقولش كده، امك مشيت علشان تشتغل وهي عايزه كده، وانت مالكش علاقه باي حاجه حصلت. وبيجي الليل وكريس بيحاول يصلح الجهاز وفعلا بينجح انه يصلحه، وبيجربه قدام الدكتور وبيشتري منه. وبعد ما بياخد تمن الجهاز ابنه بيقول له هنروح فين؟ من تعوده على البهدله يعني وكده. فكريس بيقول له احنا هنروح فندق، وابنه بيقول له لو عايز نروح الكهف عادي، وبيقصد بكده حمام المترو. وبعدها بيروحوا الفندق وبيناموا فيه. تاني يوم بيكون اخر يوم في التدريب، وواحد بس من ال20 هو اللي هيكون وكيل اسهم في الشركه. بعدها المدير بينادي على كريس، وطبعا كريس عارف ان ده اخر يوم ليه هنا، فبيقول لهم انا لابس قميص مميز علشان ده اخر يوم ليا هنا، وانه مش هيقبل يعني وكده. لكن المدير بيقول له انت هتلبس قميص تاني بكره، لان بكره هيكون اول يوم ليك هنا كوكيل اسهم. فكريس الدموع كانت هتنزل من عينيه حرفيا، لانه اول مره يسمع الكلام ده. الجزء الصغير ده هو فعلا السعاده في حياتي. بعدها بينزل من الشركه ومش مصدق نفسه، وبيجري في الشارع زي العيل الصغير من فرحته، وبيروح على الحضانه وبيحضن ابنه وهو بيعيط، لان خلاص كل الضغوطات هتروح وكل حاجه هتتحول للاحسن، بقى انسان ناجح. وبكده بيكون كريس بدأ اول خطوه في طريق الثروه. وفي النهايه بيمشي كريس مع ابنه، وفي اللحظه دي يا صديقي بيعدي كريس الحقيقي في التصوير صاحب القصه الملحميه دي. واللحظه دي حرفيا يعني اكتر لحظه اثرت فيا لما شفت الفيلم بصراحه، يعني لحظه جميله وعظيمه قوي يا صديقي والله. وبيكون ده رجل الاعمال الامريكي كريس جاردنر، ودي صورته الاصليه في وقت ظروفه الصعبه سنه 1981. وبكده الفيلم خلص. اللي كتب الفيلم ده انا، واللي سجله انا، واللي منتجه انا، واعوذ بالله من كلمه انا يا صديقي. ما تنساش الاشتراك واللايك وكومنت حلو تشجعني فيه، وشير بقى لو حبيت، واشوفك الفيديو الجاي بالسلامه.